بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة جريد 3، تعالوا مع بعض النهاردة نراجع على امتحان مارس. إن شاء الله بإذن الله يطلع امتحان جميل وتجيبوا كلكم الفول مارك. طبعا كتاب المعاصر نزل لنا ريفيجن جميلة جدا جدا 5 مودلز عايزين نحلهم مع بعض، تبقى بالنسبة لك ريفيجن جميلة كده للإيه استعدادا للامتحان. ركز معايا يا حبيبي في موديل 1. أولا الامتحان المواصفات بتاعته فيرست جروب وسكند جروب. الفيرست جروب عبارة عن 2 question choose، وعندك السكند جروب دي الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية. إن شاء الله بإذن الله تبقى سهلة وجميلة عليك. ركز معايا في الفيرست جروب. question number 1 بيقول لي 7 multiply 11 equal 7 times كام؟ طيب احنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي نمبر ثابت معايا اللي هي ال7. مين الرقم اللي اتفك معايا؟ ال11. الراجل فكهولي ل9 بلس كام؟ يا ترى 9 بلس كام equal 11؟ فأنا هاعد after 9 10 11 يعني كام؟ 2. يبقى هختار letter B. تمام كده يا شباب، يبقى ال7 دي متثبتة هي وال7 دي تمام. ال11 هي اللي أنا عملت لها distributive، قسمتها ل9 plus 2. طيب تعالى معايا في question number 2 بيقول لي 1 over space less than 1 over 5. يا شباب اتفقنا مع بعض لما يكون النيميريتور ثابت عندي أنا برتب بالعكس. خلاص كده، فلما أجي أرتب بالعكس يبقى ال5 دي الصغننة، ال5 دي الصغيرة فبقت هي الكبيرة. تمام كده. طيب أنا عايزة أختار الأصغر منها، مش دي علامة الليس ذان يا شباب؟ يا ترى مين الأصغر من ال1 over 5؟ اللي أصغر من 1 over 5 العكس اللي هو الكبير. اللي هو مين الكبير؟ نقي بقى حضرتك في اللي تشوز مين أكبر من ال5. مين الأكبر من ال5؟ اللي هي ال6. يبقى نقول تاني، لما النيميريتور يكون ثابت في الديمينيتور أنا ماشية بالعكس. هو عايز الليس ذان يبقى أنا هختار الجريتر ذان. هو عايز الأصغر من ال5، لا أنا هختار له الأكبر من ال5. يبقى أنا هختار letter D. طيب في السكند جروب أول سؤال بيقول لي أحمد bought 12 pence for 9 pounds each. How much money did he pay؟ هو الراجل دفع كام؟ تمام كده؟ تمام. يبقى أنا هقول له كده أحمد paid. يبقى أنت دلوقتي لما بتروح للراجل وتشتري منه 12 pence خلاص، الواحد منهم for each دي يعني الواحد منهم ب9 باوند، يبقى أنا هادفع كله كام؟ فكله دي معناها إن أنا هاعمل times. ودايمًا يا ولاد باخد آخر حاجة في السؤال بتاعي وباكتبها، يعني أقول له he paid، أقول له paid بقى، هو دفع كام؟ أقول له 12 times ال9. بُص بقى في الحالة دي أنت قدامك كذا اختيار، يا إما تعمل الtimes بطريقة الستاندر أو بطريقة الdistributive اللي إحنا واخدينها. إن أنا أثبّت ال9 بتاعتي خلاص كده، وهاقول times سوري، وهاقول له times، وبعدين هاخد ال12 دي هاقسّمها هاقول 10 plus ال2، وبعدين هاخد ال9 مرّة times 10 ومرّة times 2، يبقى 9 times 10 plus ال9 times ال2، وبعدين هاقول له 9 times ال10 equal 90 plus 9 times ال2 equal 18، يبقى equal 8 plus 0 8، 1 plus 9 10، يبقى 108 pounds. يبقى نقول تاني، هاقول 9 times ال12 هاثبّت ال9 وهاخد ال12 دي أقسّمها ل10 plus 2، وبعد كده هاقول ال9 مرّة مع ال10 وال9 مرّة مع ال2، وأطلّع الناتج في كل واحد فيهم بكام. طبعًا أسئلة الperimeter أساسي في الامتحان، بيقول لي find the side length of a square if the perimeter 24. أنا اتفقت معاك أول ما يدّي لك الperimeter بكام أنا هاعمل divided. أول ما يدّيني الperimeter الnumber بتاع الperimeter يبقى أنا هاعمل divide. طب يا miss divided by كام؟ على حسب الشكل اللي عندي. divided by 4 لو square، divided by 2 لو rectangle. اتفقنا مع بعض؟ يبقى دلوقتي هاقول له الside length equal الperimeter divided ال4
طبعا البي اختصار كلمة perimeter، يبقى أقول 24 divided ال 4 equal 6 سنتيمتر. تمام كده يا ولاد؟ طيب هاني had 27 pound and he gave ادى third of the amount of his brother. What is the amount did هاني give to his brother؟ طب أنا عايزة أعرف هو اداله قد إيه، فأنا هعمل إيه بقى؟ هقول له هاني give to his brother equal هقول 27 multiply 1/3. صح كده يا ولاد؟ طيب ميس ايه ده؟ ازاي دي هعملها؟ فاكر ساعة لما قلنا ان احنا بنعمل ال 27 divided 3 يا ميس دي تايمز؟ ايوه بس انا هاخد ال 27 divided 3 equal كام؟ 9 باوند. تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي انا عايزه اعرف هو ادى لاخوه قد ايه، يبقى اقول 27 multiply 1/3 equal كام؟ ال 9. تعالى معايا find the result. عندي بلس وماينس للفراكشن حبيبك. احنا اتفقنا مع بعض ان اول ما اشوف ال1 هول انا هكسره واحوله لفراكشن على طول كده. يا ميس ال1 دي هفكها لفراكشن كام اوفر كام؟ بص للديمو معايا، الديمو كام؟ 5، يبقى انا هكتب 5 اوفر 5. تاني أول ما أشوف one هول هتكسر ال1 هول وتحوله لفراكشن، الفراكشن ده هيغش من الديمو اللي معاه، هيبقى 5 over 5 minus 2 over 5 equal، يبقى 5 minus 2 3 over ال 5. طيب هنا بلس عادي خالص، هنزل ال 7 زي ما هي وأعمل 3 plus 1 equal 4 over ال 7. تعالى معايا في موديل 2، المرة دي جابها لي بالعكس، بصوا النمبر اللي أنا مثبتاه ال 5. طب هنا في علامة إيه؟ بلس، يبقى هاعمل 4 بلس ال 6. تمام كده؟ يبقى equal كام يا شباب؟ 10، يبقى أنا هاختار letter D. تعالى معايا في الفراكشن اللي موجود، الديمو ثابت طول الوقت، ف1 بلس كام يدينا 4، 1 بلس 3، وهاختار letter B. تعالى معايا في السكند جروب، بيقول لي أحمد bought 6 box of colors and he paid 54 pound. هو دفع 54 باوند واشترى قد ايه؟ 6 بوكس. What is the price of each box؟ أول بقى ما تلاقي كلمة each دي يا معلم يعني divided، أول ما يقول لي each box أنا عايزة أعرف سعر البوكس الواحد بكام؟ الواحد كده هو اداني التوتال، أما يديني التوتال ويطلب مني الواحد بكام يبقى شور هعمل divide، يبقى أقول له each box equal. طبعا في الديفايدد لازم اكتب الرقم الكبير الاول، فاقول 54 divided 6. تمام كده؟ يبقى equal 9 باوندز. طبعا الناس اللي حافظه التيبل معايا، الناس اللي حافظه التيبل، الناس اللي مش حافظه التيبل هزعل منها جدا جدا. بص معايا الستوري دي، بيقولي منى هات 500 باوندز شي بوت 100، اشترت 100 يا ولاد ب 320 باوند أول حاجة and vegetables 110 pounds. ده نمبر 2، يعني هي اشترت حاجتين من ال 500. How much money does she have left يعني minus. تمام كده؟ اتفقنا مع بعض لما بشتري حاجتين بعمل ما بينهم بلس، وبعد كده هعمل ماينس من التوتال بتاعي، ده التوتال بتاعي يا ولاد، دي الفلوس اللي معايا كده. خلاص كده؟ طيب يبقى أنا الأول هعمل بلس ما بين الحاجتين. خلاص يبقى أنا هقوله كده meat and vegetables equal 500 plus 320. هعمل ما بينهم بلس الأول، 0 بلس 0 0. سوري أنا عملت بلس للتوتال، سوري يا شباب معلش، أنا هعمل بلس ما بين ال 320 وال 110. معلش يا شباب ما خدش بالي. طيب فأنا هاخد ال 320 بلس ال 110، شفتوا أنا حددتهم أهو بسيركل،
0 plus 0 0 2 plus 1 3 و 3 plus 1 4 فبقى 430 باوند. تمام كده، دي الحاجتين اللي أنا اشتريتهم الميت والفيجيتابلز. طب أنا عايزة أشوف اتبقى لي كام من 500 يبقى هقول كده she have left equal هعمل 500 minus 430. طيب أنا بقى عايزة من ولادي يا حبايبي لما يكون عندك ماينس لازم توقف المسألة بتاعتك علشان ما تغلطش. 0 minus 0 0. طب 0 minus 3 doesn't go فالزيرو دي هتستلف من ال5 تعمل بور 1. هعمل بور 1 هستلف 1 من ال5 خلاص فال5 هتنقص هتبقى كام؟ 4 والزيرو دي هتبقى 10. نقول تاني 0 minus 10 doesn't go ما تنفعش فهتعمل بور 1 من ال5 فال5 هتقل معايا هتبقى 4. كده مسألتي اتظبطت. اعمل بقى الماينس يا شباب 10 minus 3 7 4 minus 4 0 وما ينفعش اكتب الزيرو على الليفت سايد فهكتب 70 باوند على طول. question number 3 بيقول لي Daya has 21 pounds and she give 1/3 of what she has to her brother. How much did she give him؟ يبقى هي اديت له ايه؟ طيب احنا في الحالة دي مش هنعمل الماينس اللي قلنا عليه لان المسألة ببساطة كده يا شباب بقت تايمز. تاني هي معاها 21 باوند ادت ثيرد لهير براذر. خلاص انا عايزه اعرف الثيرد دي قد ايه من ال 21 فهقول كده she give her brother اقول equal 21 multiply ال third. يا ميس اعمل ايه؟ على طول خد ال 21 divided ال 3 عشان احل المسألة اللي زي دي. خلاص هاخد ال 21 divided ال 3 على طول equal كام؟ 7 باوند. طيب تعالى معايا في الارينج اللي بعده. arrange the following fraction ascending order من الصغير للكبير. تمام كده. طيب يا ميس ده النيميريتور هو اللي ثابت. طالما النيميريتور ثابت همشي عكس اللي هيقولهولي. هو عايزني ارتب ascending يبقى انا هرتب من الكبير للصغير. تاني لما يكون النيميريتور ثابت هو عايزني ارتب من الصغير للكبير لا انا هرتب من الكبير للصغير. انا مش بسمع الكلام في النيميريتور لما يكون ثابت مش بسمع الكلام فكده يبقى اصغر حاجة عندي 1/9 بعد كده 1/7 1/5 1/3. في النيميريتور بمشي العكس. اوكي تعالى معايا في موديل 3. ايه ده بقى يا ميس؟ اعمل ايه؟ 2 multiply وعندي bracket 3 times 4 equal 2 times 3 times space. اعمل ايه في السبيس دي؟ حضرتك هتكنسل ال 2 مع ال 2 وال 3 مع ال 3. مين اللي اتفضل معايا؟ ال 4. يبقى مين اللي اتبقى معايا يا ولاد؟ ال 4 فهختار letter E. تعالى معايا في question number 2 بيقولي the perimeter of rectangle اللي اللينس بتاعه ب7 والويدث ب3. طيب ممكن حضرتك تكتب لي قانون البريمتر اللينس بلس الويدث تايمز 2. يعني انا هاخد الرقمين دول اعمل لهم بلس واللي يطلع تايمز 2. اوكي يا ميس 7 بلس 3 equal 10 تايمز 2 هتطلع بكام؟ ب20 اللي هي اللتر دي. تعالى معايا في السكند جروب. اول سؤال عندي بيقول لي عادل distributed. distributed دي يعني divided. خلاص الموضوع انتهى وبعدين هو عايز each one share each one ده يعني خلاص الموضوع بالنسبة لي انتهى. يبقى each one equal هعمل 35 divided لازم البيجست نمبر يتكتب الأول divided 7. فكر معايا ايه اللي في تيبل 7 كان بيدينا 35 يعني 7 تايمز كام كانت بتديني 35 اكيد في تيبل 5. تعالى معايا في question number 2 تاني مسألة في الستوري. بيقول لي هيثم ate half of a cake. آية ate 1/5 أو fifth
of similar cake. يعني ايه similar cake؟ يعني هي نفس السايز بتاع الكيك. who ate more؟ مين كال أكتر؟ فأنا هكتب كده هيثم، واكتب آية 1/2 1/5. يا ميس النيميريتور ثابت معايا. خلاص، يبقى أنا عايزة أختار الأكبر، يبقى الصغير هو الكبير، اللي هو مين؟ الهاف. الهاف هي الكبيرة، التو هي اللي أكبر. تمام كده. ده أنا ممكن أمثلها لك أهو، آدي بتزاية وآدي بتزاية، دي كده الهاف، وبعدين أنا عندي كده 1 2 3 4 5. خلاص، فأنا كلت أهو. يبقى مين الأكبر، الهاف ولا الفيفث؟ طبعا الهاف هي الأكبر. تمام كده. تعالى معايا في question number 3. بيقول لي محمد want to distribute 12 apples equally among 6 friends. نفس الكلام، هو عايز يعرف each friend هياخد قد ايه. يبقى each friend، طالما قال لي كلمة distributed يبقى هقول 12 divided 6 equal كام؟ 2 apples. تمام كده. وبعدين بيقول لي what fraction of the whole would each one receive. عايزين نعرف لو انا هكتبها في صورة fraction. فانا لو عايزة اكتبها في صورة fraction يا شباب، احنا قلنا كل واحد هياخد كام؟ كل واحد هياخد له 2. طب هو التوتال بتاعي كان كام؟ مش البارت اوفر التوتال 12. تمام كده. يبقى ال 2 اوفر ال 12. اوكي. السؤال اللي بعده question number 4 بيقول لي سارة has 5/8 of chocolate bar. هي معاها 5/8 chocolate bar. she gave her brother، اديته قد ايه؟ 3/8 of it. طيب what fraction of the chocolate is left يعني minus، وقلنا give يعني minus. تمام كده. يبقى هقول له كده the left fraction equal، هي كان معاها 5/8 وبعدين اديت له 3/8. طب اتبقى كام؟ اتبقى 2/8. حلو كده يا شباب. تعالى معايا في موديل 4. موديل بقى 4 بيقول لي ادي 3 انا ثبتها اهو. هو خد مين؟ عملها ديستريبيوتيف ال 19، قسمها ل 9 بلس كام؟ 9 بلس 10. صح كده؟ مش ال 19 دي قسمناها ل 9 و 10. يبقى انا هختار لتر سي. تعالى معايا في البلس فراكشن اللي بعديه 3/5 بلس 1/5 هتبقى كام؟ 4/5. يعني هختار لتر بي. انا عايزاكم تركزوا كويس جدا جدا معايا في الستوري. بيقول لي سامي has 20 apples. she want to pack each 5 apples in a bag. عايز يحط كل 5 apples في شنطة. يعني تخيل كده انا ال 20 دي هعمل كده 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ادي كده 10. 1 2 3 4 5 ادي كده 15. 1 2 3 4 5 ادي كده 20. يعني انا عايزه اقسم ال 20 دي على باجز، كل باج فيهم 5 ابلز. يبقى كاني بعمل ايه؟ ديفايدد. صح كده. طيب يبقى هاو ميني باجز؟ عايزين نعرف بقى الباجز عددهم هيبقى كام. كده انت عملت كام شنطه؟ 1 2 3 4. صح كده. يبقى النمبر of bags equal 20 divided ال 5 اللي في تيبل 5 يدينا 20 كام؟ 4 واكتب جنبها bags. تمام كده. طيب عايزين نعرف ال 3/5 on the number line هتتعمل ازاي؟ طيب احنا اتفقنا مع بعض ان انا لما اجي اكتب الفراكشن ده على النمبر 5 على النمبر لاين هقول الزيرو دي اوفر ال 5 وبعدين اكتب 1/5 2/5
3 over 5 4 over 5 وال1 دي هكسرها لكام ل5 over 5. خلاص كده، وبعدين هاجي على 3 over 5 واعمل بوينت ايه كبيرة كده. يبقى انا حددت الايه ال3 over 5 بتاعتي. بيقول لي مريم bought 6 pence for 8 pound each. يعني هي اشترت 6 pence الواحد منهم ب8 and a notebook ب20. عايزين نعرف الأول اللي دفعته كام. الأول ده بلس، بس في تظبيطة لازم تحصل قبل ما أعمل البلس دي. هي اشترت 6 pence for 8 pound each. احنا لازم نحسب البنس أصلا بكام. يبقى هقوله كده the price of pence. عايزة أعرف عدد سعر الأقلام اللي هي اشترتها. فأنا اشتريت 6 pence الواحد منهم ب8، فأنا هقول 6 times ال8. ولادي الشاطرين اللي حافظين التيبل 6 times 8 كام؟ 48 pounds. صح يا شباب؟ تمام، ده كده الباوندز. طيب والنوت بوك بكام؟ ب20. صح كده؟ طيب احنا عايزين نحسب بقى الأول كله هيبقى كام. يبقى أنا هقول له والله كله ده اللي هو عبارة عن ال48 pence وال20 نوت بوك. يبقى هو ال48 بلس ال20 هتطلع كام يا شباب؟ 0 بلس 8 8 و4 بلس 2 6 واكتب باوندز. حلو الكلام؟ كلام جميل. arrange descending order. يا ميس الحقي ده النيميريتور ثابت، يبقى أنا مش هسمع الكلام. أما يقول لي descending من كبير لصغير يبقى أنا هرتب من الصغير للكبير. فين الصغير؟ 2 over 3. بعد كده مين؟ 2 over 5 2 over 7 2 over 9. بعمل كده امتى؟ ما بسمعش الكلام امتى؟ لما يكون النيميريتور ثابت معايا. تعالى معايا في آخر موديل خالص، موديل 5. اتفقنا مع بعض لما يجيلي كلمة of دي معناها times، مش كده؟ طيب بس أنا ساعتها هعمل ايه؟ هاخد ال 8 divided 2. نقول تاني، نشيل كل ده علشان انت ما تتلخبطش. طيب هنعمل ايه تاني؟ هناخد ال 8 divided 2. دايما في الديفايدد بكتب الرقم الكبير الأول، يبقى بقول 8 divided 2 equal كام يا شباب؟ equal 4. هختار لتر B. السؤال ده مهم جدا جدا. أنا عندي النيميريتور ثابت فأنا هكتب 1 over. ماشي؟ أنا عايزة أعرف هي ال5 أكبر من مين؟ يعني أنا كده عايزة أجيب الصغير ولا الكبير؟ أنا كده عايزة أجيب اللي أصغر من ال5 بس النيميريتور الثابت فأنا مش هسمع الكلام. أنا عايزة أجيب الصغير، لا أنا هجيب اللي أكبر من ال5. مين اللي أكبر من ال5؟ مين اللي أكبر من ال5؟ ال6. يبقى أنا هختار 1 over ال6. تعالى معايا في السكند جروب. الراجل بيقول لي find the product 2 9 وال5. أوكي، فأنا علشان أعمل تايمز ل3 ديجيت هقول لك كتير عليك يا حبيبي، قسمهم، خد أصغر 2 مع بعض multiply الثيرد ديجيت. يعني أعمل إيه يا ميس؟ خد أصغر رقمين. من أصغر رقمين؟ 2 وال5. آدي 2 multiply ال5 واللي يطلع تايمز ال9. طب 2 times 5 equal 10 times 9 هتطلع ب90. سهلة كده يا شباب. آخد أصغر رقمين، خلاص كده أصغر رقمين وأعملهم times multiply الثيرد ديجيت. بعد كده هقول 2 times 5 equal 10 10 times 9 ب90. عندي ريكتانجل اللينس بتاعه ب6 والويتس ب4. الراجل طالب البريمتر، راجل ابن حلال والله ما جابليش اي حاجه غلط خالص. فالبريمتر بيساوي اللينس بلس الويتس ملتبلاي ال2. فهقول له انا كده هاخد الرقمين اللي عندي اعمل لهم ايه؟ بلس. يبقى 6 بلس ال4 equals 10. يبقى 10 times 2 equal 20 سنتيمتر. حلو الكلام، كلام جميل. بيقول لي بقى في question number 3 ركز معايا كويس جدا. سارة bought a cake and cut into 8 equal pieces. اوبا، هي قسمتهم ل 8 pieces. يبقى انا عندي كده كيك. خلاص يا ولاد، هي ممكن تبقى زي السيركل ممكن تبقى ريكتانجل عادي. خليها ريكتانجل، خليها ريكتانجل.
بصوا كده، ادي عندها قطعة من الكيك خلاص، وقسمتها ل8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو الكلام، كلام جميل. she ate 2 pieces، هي كلت 2 منهم. and her mother ate 3 pieces، كلت 3 منهم. طب تعالى كده نلون الكلام ده. هي كلت 2 وبعدين مامتها كلت 3. حلو الكلام. what is the fraction represent what they ate؟ عايزين نعرف الفراكشن بقى، هي كده كلت قد ايه من الايت؟ هما كده كلوا قد ايه من الايت اللي انت ملونهم دول، اللي هما كام؟ 1 2 3 4 5. تاني، هي جابت كيك وعملت كات، قطعتهم ل 8 بارت. خلاص كده، هي كلت قد ايه؟ 2 اوفر ال 8، كلت قطعتين منهم بلس المجر بتاعتها كلت 3 بيس، ف 3 اوفر ال 8، يبقى هما الاتنين كلوا قد ايه؟ 5 اوفر ال 8. حلو الكلام، كلام جميل. طيب write the fraction of the number line. عايزين نعرف النمبر لاين ده كام يا ميس؟ طيب حضرتك هتعد النمبر لاين عندك كام بوينت؟ ادي كده 1 2 3 4. خلاص، فانا هعمل كده، طبعا ده كمان 5، ادي كده 1 2 3 4 5، يبقى كده هكتب 1 over 5 2 over 5 3 over 5 4 over 5، وال1 دي هفكها ل 5 over 5. يبقى تاني حضرتك هتعد الشرط اللي موجودة عندك دي. طيب ال1 ده في الآخر هفكه ل 5 over 5، يبقى البارت عندي دوت الفراكشن ده 1 over كام يا شباب؟ 5. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا حل أسئلة المراجعة لاختبار مارس. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله تجيبوا درجات حلوة في امتحان الشهر.